السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار صالحي. قانون الانتخابات ما بين التعديل وما بين الإبقاء عليه، سلبيات وإيجابيات القانون الحالي للانتخابات. هذا القانون الذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات العراقية. هل التعديل المستمر لقانون الانتخابات يزعزع الثقة بالمؤسسة التشريعية؟ ما هي الغاية من تعديل قانون الانتخابات بين فترة وأخرى؟ من المستفيد ومن المتضرر؟ كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة: الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الذي ينضم إلينا عبر تقنية السكايب من عمان. حياك الله دكتور، وأهلا وسهلا بك ضيفا حياك عزيزا الله علينا، أستاذ وشكرا عمار، لقبول يا الدعوة. مرحبا، ممنون. يحفظك الله وأيضا أستاذ عمار. السيد شيرزاد صمد مسؤول الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك. حياك الله وأهلا وسهلا بك حياكم الله سيد ومساء شيرزاد، الخير وشكرا للجميع. لقبول الدعوة. شكرا خليني لكم. أبدو وياك دكتور غازي. كل فترة ينطرح تعديل قانون الانتخابات مع كل استحقاق انتخابي، سواء كان مجالس المحافظات، سواء كان تعديل أو الانتخابات العامة البرلمانية. ما هي الغاية من هذا التعديل؟ وليش احنا كل مرة نغير بالقانون؟ هل هو نتاج مخرجات العملية الانتخابية، أم فعلا احنا محتاجين كل انتخابات تعديل للقانون؟ شكرا جزيلا أستاذ عمار، وتحية لضيفك الكريم. يعني الموضوع المطروح أكيد حيوي ومهم، ويعكس أن هذه المنهجية للتعديل المستمر على القانون الانتخابي والتعارض في المفاهيم والاتجاهات يعكس أن حالة عدم الاستقرار في التفكير لدى القيادات السياسية والحزبية وعلى صعيد السلطة التشريعية. عدم الاستقرار معاكس تماما للاستقرار اللي نلاحظه في دول كثيرة، أوروبا أو غيرها، حتى الدول النامية، الدول المتطورة مثل ماليزيا، اندونيسيا، تركيا، غيرها. دائما التعديلات لا تسير بهذه الصورة المستمرة. كل دورة انتخابية، بين كل دورة ودورة هناك قانون جديد، تعديل جديد، إضافات. هذه التعديلات بالأساس أستاذ عمار تعكس أن في الأساس الاختلاف في النظرة في الفلسفة لطبيعة الانتخابات في العراق. لكن عموما يعني أنا أستنتج شخصيا كمواطن عراقي أتابع هذه الأمور، أستنتج أن الهدف هو ذاتي لكل حزب من هذه الأحزاب، وليس موضوعي يخص الوطن العراق. الأحزاب على اختلاف تنوعها. يعني دكتور عذرا المقاطعة، السبب هو سياسي وليس فني. بالضبط. هذه الأحزاب اللي احتكرت السلطة منذ انتخابات 2006 بعد دستور 2005، هذه الأحزاب اللي احتكرت السلطة منذ 2006 لليوم، هي كانت تفكر باستمرار أن تستخدم الأدوات اللي تحقق لها الفوز في الانتخابات. ولهذا السبب لا يوجد تداول سلمي للسلطة من 2006 لليوم. نفس الأحزاب، أحزاب الإطار التنسيقي، هي التي تتداول فيما بينها السلطة، سواء حزب الدعوة أو بعض الأطراف الأخرى مثل يعني المهدي، عادل عبد المهدي، اللي كان يمثل ولو ما مرتبط مع بدر والبدريين والمجلس الأعلى وغيرها من التفاصيل، والكاظمي اللي محسوب لكن هو لم ينتمي إلى أي تنظيم. البقية هي في الأساس ضمن الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي يعتبر نفسه أنه هو يمثل الأغلبية الشيعية، وبالتالي هذه الأغلبية يجب أن تحكم، لأن الحكم هو حكم الشيعة، حكم الحاكمية الشيعية، وبالتالي يجب أن نضع القوانين التي تضمن الفوز بالمية لهذه الأغلبية
الشيعية. طبعا هذا التفكير، هذا المنهج خاطئ، لأن في الأساس النظام الديمقراطي لا يعتمد على أغلبيات دينية وأغلبيات مذهبية أو أغلبيات قومية. يعني أتذكر رئيس الاتحاد السوفيتي، البلد العملاق، كان رئيسه أرمني من أصغر جمهورية وأبسط جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي. الهند، هذا البلد العملاق، الرئيس الهندي مسلم. يعني هذا التفكير انه احنا اغلبيه عدديه دينيه مذهبيه او قوميه يجب ان نستحوذ على السلطه، بالتاكيد هذا تفكير خاطئ وغير ديمقراطي في الاساس، لان المفروض ان الديمقراطيه توصل شخصيات مناسبه، شخصيات كفؤه، بغض النظر عن دينه، بغض النظر نعم. عن مذهبه، بغض النظر نعم عن قوميته. دكتور خلي ننقل هذا التساؤل للسيد شيرزاد صمد ضيفي بالاستوديو، هو مسؤول الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك. خلي يجاوبنا بأنه هاي التعديلات، واليوم جنابك كمسؤول الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى ثقله بالعملية السياسية ومكانته الكبيرة، وهو أحد الأحزاب الكبيرة المشاركة في العملية السياسية، وبالتالي هذه الأحزاب هي من دائما تعدل على القانون لكي يتناغم وتبقى هي في الصدارة لعدم صعود ممكن الكتل الصغيرة أو المستقلين. شنو جوابك سيد شيرزاد؟ نعم، بداية السلام عليكم، تحياتي لكم وإلى جميع مشاهدينا الكرام في قناة كركوك المحترم، والضيف الفاضل من العمان الدكتور غازي فيصل، جل الاحترام له. طبعا قانون الانتخابات سوف تجري عليها التغييرات حسب المقترح التي قدمها مجموعة من الكتل السياسية للجنة القانونية، لا يزال تحت الدراسة وفي اللجنة القانونية، وبعدها سوف تذهب إلى البرلمان ويصوتون عليه أو يعدلونه داخل تلك التعديلات. إما أن يكون التعديل التي سوف تجري سوف يكون التعديل الرابع على قانون الانتخابات. نعم. ويعني فيها مجموعة من النقاط. ردا على جوابك أو جواب سؤالك حضرتك، يعني لماذا تلك التغييرات تجري؟ هل هو سياسية أو فنية؟ نعم. فيها أمور سياسية بحتة وأيضا فيها أمور فنية. وكيف أنا أفسر الأمور الفنية؟ نحن في العراق ندخل للانتخابات في نهاية هذا السنة، هذا الدورة السادسة، يعني كمقارنة بالدول الأوروبية، بالدول التي لم تجري عليها سقوط وحروب ويعني مشاكل فيها، يعني عمرهم أكثر من 100 سنة الدولة، تمشي الأمور بشكل جيد. يعني الآن أعتقد ما يقارب إلى 50 رئيسا قد تغيرت في أمريكا، يعني 50 انتخابات أو أكثر قد جرت في أمريكا والدول الأوروبية. ولكن نحن في العراق يعني بداية كانت قانون الانتخابات وعملية الانتخابات وأعمال المفوضية عليها تساؤلات كثيرة، يعني استفادة من يعني التعديلات أو المقترحات الجديدة دائما كانت يخدم العملية السياسية، يخدم كمثال مثلا قضية التزوير وقضية تبديل الأصوات، هذين الحالات كانت في انتخابات، يعني الانتخابات الأخيرة أقل كانت مقارنة بالانتخابات يعني إن نقارن أي انتخابات بانتخاباتها السابقة، يعني الأمور كانت جيدة. هل احنا خضنا قبل أشهر انتخابات مجالس المحافظات هذا خارج الستة اللي نعم بنفس القانون. نعم. شنو الداعي أن نغيره؟ هل هو تخوف أم نفس القانون نفس الكتل السياسية سوته؟ هذا التغيير يخلي شك ويزعزع الثقة بالمؤسسة التشريعية. التغيير ليس فيها شيء جديد، يعني النقطة الجديدة التي يطالبون بها لأول مرة هو نقطة قضية احتساب أو تقسيم المقاعد والاستحقاقية المقاعد، كيف يوزع المقاعد على الكتل السياسية. سوف أتطرق إليها، ولكن فيها نقطة أساسية. نعم. مثلا نحن في العراق دخلنا انتخابات بالدوائر المتعددة، كانت كركوك 3 دوائر، جميع المحافظات كانت مقسمة على 3 دوائر، وانتخابات التي جاء بعدها دخل المحافظة
بدائرة واحدة. يعني المطالبة الآن في قانون الحالي أو المقترح التي قدموها إلى اللجنة القانونية فيها أن يكون العراق يعني المحافظة يكون دائرة واحدة ما عدا موصل ونينوى وبغداد. هذه فيها إشكاليات قليلة، يعني يراها البعض بأنها محافظات عدد الناخبين فيها نعم أكثر مقارنة بالمحافظات الأخرى. مثلا كركوك فيها حوالي 1,000,000 أو أكثر من الناخبين، ولكن بغداد فيها أكثر من 3 مليون ناخب. بهذا يراها بعض بأن تدخل المحافظة والآن موجود الحالة في بغداد كرخ ورصافة وجانب الأيسر والأيمن بالموصل يعني بعضها يراها بأن يكون دائرتان انتخابيتان، ولكن بقية المحافظات لا تجري عليها تغييرات. التغيير الأساسي والمطالبة الأساسية التي يطالبون بها بعض الكتل السياسية يرون أن، كمثال أنا أقدم كركوك عدد مقاعدها هو 12. نعم. تدخل القوائم قائمة 2 3 4 5 قوائم أو أكثر، تدخلون منافسة الانتخابية، تجري الانتخابات وكل كتلة يحصل على مجموعة من الأصوات، ولكن داخل الكتلة الواحدة تحصل مرشح واحد على أكثرية الأصوات. هذه مثلا المقترح هو يقول بأن عدد المقاعد الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللي يحصلون على مستوى المحافظة على المرتبة الأولى والثانية والثالثة يذهبون دون الدخول إلى التقسيمات التي سوف تجري عليها بساند ليغو. بقية الأصوات مثلا نحن في هذه الحالة ممكن يزيد عدد المقاعد كل محافظة؟ لا، هذا يعني أنا شخصيا أراها لا ما يزيد. هذا هم يعني أكو مقترحات أخرى مثلا أكو تساؤلات أخرى. يعني كركوك حسب الإحصائيات القديمة كل 100,000 سكان إلى حق مقعد، ولكن نعم. يعني جرت عملية إحصاء في كركوك. الآن كركوك أكثر من 1,500,000. يعني بهذا يعني يجب أن يكون يزداد عدد مقاعدها. هكذا الحال لجميع المحافظات. كنا نتطرق على موضوع القاسم الانتخابي وكيفية حصول تقسيم المقاعد. مثلا في كركوك 12 مقعد، الأولى والثانية والثالثة اللي تحصلون المرتبة الأولى والثانية والثالثة يروحون يأخذون المقاعد، يبقى مثلا 8 مقاعد. هاي ال8 المقاعد المجموعة الكتل السياسية الحاصلة على الأصوات المتبقية بعد خروج العدد. مثلا كركوك حصل، أنا أتذكر والكل يتذكر، يعني حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 159,000 صوت. نعم. إحدى المرشحين حصل على أكثر من 40,000 من الصوت. في هذا المقترح يطالبون بعض الكتل السياسية بإخراج تلك 40 من المجموع. مثلا يبقى 119,000. هاي 119,000 ويا القوائم الأخرى يدخل المنافسة ويجري التقسيم عليها حسب سان ليغو 1.7. نعم. خلي بس نشوف رأي دكتور غازي. تسمعني دكتور غازي؟ نعم. سمعت المقترحات اللي ممكن أن تضاف إلى التعديل القانون الانتخابي، وهي نسبة الفائز الأعلى بالأصوات. بالتالي ممكن رموز الكتل أو صقور الكتل السياسية راح تخرج من المنافسة ومباشرة تذهب إلى البرلمان دون الدخول بالمنافسة باعتبارها الحائزة على أعلى الأصوات. بمعنى هذا أنه الكتل القوية، الكتل اللي تمتلك المال السياسي، النفوذ العشائري، غيرها من التفاصيل، هي اللي تستحوذ على المقاعد الأساسية وتبقى تحتكر السلطة. يعني احنا لاحظنا بالانتخابات الماضية عندما كان هناك تعدد بالدوائر الانتخابية وفرصة للترشيح الفردي أو للأحزاب والتنظيمات الصغيرة أو لمنظمات المجتمع المدني، فرصة تنافسية لصعود وجوه يعني الكتل الكبيرة إذا هيجي. نعم. العفو. نعم. عذرا. العفو. نعم. توضيح ردت. نعم. تفضل كاك شهزاد. الداخل ممكن تتداخل. العفو الدكتور، آسف كلش. عادي تفضل.
كي يكون واضح أكثر، يعني إن خرجنا 40,000 من الأصوات التي حصل عليها قائمة اتحاد الوطني الكردستاني 159 يبقى 119، يعني هاي الضربة ما يسمى ضربة إلى صقور الانتخابات، إلى القوائم الكبيرة، والباقي يعني العدد اللي يبقى يقسم حسب ساندليغو، يكون يعني مو من صالح مو العتبة الانتخابية وباقي الأصوات ترجع للقائمة، مو من صالح ال40 كلها تحترق. ال40 ما يدخل المنافسة مرة ثانية، 119 يدخل المنافسة، يعني يقل عدد الأصوات الصقور أو الكتل الكبيرة كي يكون تقارب، يعني هذا فيها هاي المقترح ليس من الكتل الكبيرة، من مصلحة الكتل الكبيرة. فقط شنو جوابك دكتور؟ آسف جدا. نعم، لا بالعكس التوضيح مهم وأنا أشكرك تماما، لكن أنا اللي يهمني أن يكون هناك عدالة في طبيعة الحق في الترشيح والتصويت في الانتخابات، والحق للأحزاب الناشئة، الشخصيات الشبابية الطموحة، يعني أن تشارك في هذه الانتخابات وممكن تحصل على مقاعد، يعني مثل ما حصل بالانتخابات التشريعية السابقة. لاحظنا تقريبا أكثر من 45 شخص مستقل فازوا بالانتخابات. هذه الفرصة ما كانت موجودة في القوانين والانتخابات السابقة. لهذا السبب يعني أنا أعتقد أي تعديل يفترض أن يوسع من حق الشباب، الأحزاب الصغيرة، الأحزاب التي لا تمتلك مال سياسي أو نفوذ اجتماعي كبير، لكن تمتلك أفكار، تمتلك قدرات، تمثل الشباب، تمثل المشكلات اللي يعاني منها المجتمع. دكتور، هناك تساؤل، عذرا للمقاطعة، تساؤل يقول شنو الفائدة من الأفراد اللي يدخلون بدون قائمة تكون ظهرهم وسندهم؟ جنابك ذكرت 45 مقعد يمكن صعدوا مستقلين أو نقول كتل صغيرة، كتل ناشئة، لكن ما شفنا عندهم رئاسة موحدة، برنامج موحد، بالتالي ما شفنا لهم وزن أو ثقل داخل البرلمان، وذوبوا ما بين الكتل ويوميا يروحون من كتلة إلى كتلة ونصهم انباعوا واشتروا، وبالتالي ما استفادنا منهم. نعم، هنا تكمن المشكلة يعني أستاذ عمار، يعني لو كان هناك تجربة ديمقراطية ناضجة على صعيد مجلس النواب يستوعب بها المستقلين، يعني نموذج المستقلين موجود نشوفه بالبرلمان الألماني، نشوفه بالبرلمان الفرنسي، نشوفه بإيطاليا. المستقل أيضا يعبر عن وجهة نظر. المستقلين اللي فازوا بالانتخابات هم كانوا أيضا من النشطاء في منظمات المجتمع المدني، لديهم أفكار، لكن هم يعني صاروا ضحية الصراعات بين القوى الكبرى، يعني بين التيار الصدري اللي كان يمثل أغلبية ومتحالف مع تقدم ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبين التيار الآخر الإطار التنسيقي. فبالتالي يعني صاروا ضحية التنافسات والصراعات، وبالتالي لم يتم استثمار هذا الوجود المستقل داخل البرلمان. يعني طبيعة العمل الحزبي المتشدد اللي يحتكر السلطة هو اللي ما أعطى فرصة لهذه المجموعة من الشباب لكي تلعب دور حيوي في مجلس النواب. عملية شرائهم، عملية انتقالهم من هذا الحزب الذاك، تحولهم من مستقلين من شباب يؤمنون بالتغيير، إصلاحات اقتصادية جذرية اجتماعية، تعميق الديمقراطية، كل هذا تم مسخه، وبالتالي تحولوا إلى عناصر لا تستطيع أن تحقق أي تغيير أو أي تقدم في عمل مجلس النواب. فالمشكلة في طبيعة الهيكلية، في طبيعة الاختلالات البنيوية والوظيفية في مجلس النواب نفسه وفي القيادات الحزبية التي لا تستوعب وجود مستقلين حقيقيين من الشباب قادرين على إجراء تغييرات وإصلاحات جذرية. فأنا أعتقد يعني هو المستقل في الأساس لا يوجد استقلال بالمعنى المجرد، الاستقلال بحد ذاته هو موقف، وهو المستقل ممكن يكون عنده رؤية أيضا اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية
وغيرها من التفاصيل. يعني المستقل ليس شخصية كالورقة البيضاء، يعني فارغ لا يملك أي تفكير أو أي وجهة نظر. لكن مع ذلك مع الأسف هكذا انتهت التجربة، فعل الصراعات الحادة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فضاعت فرصة المستقلين في بلورة نموذج مهم للتوازن الديمقراطي داخل مجلس نعم، سوف أعود لك النواب. دكتور غازي، لكن خليني أطرح سؤال على سيد شيرزاد. سيد شيرزاد، كاتحاد وطني كردستاني، أنتم مع التعديلات لو تريدون يبقى القانون نفسه؟ يعني أنا بصراحة يعني أقول القانون اللي جرت بها الانتخابات في مدينة كركوك خصوصا مجالس المحافظة أنا أراها أحسن قانون، لأن فيها أكثرية انفتاح وديمقراطية أكثر مقارنة بالقوانين الأخرى. لماذا؟ مثلا هو الديمقراطية من أجل الشعب. نعم. يعني ما يراها الشعب. مثلا حضرتك راح ترشح نفسك إذا كان دائرة واحدة، مثلا في محافظة أن يكون دائرة واحدة، حضرتك ترشح نفسك من كركوك من منطقة رحيماوة، ولكن عندك إذا في ظل 3 دوائر عندك ناخبين من داقوق من ليلان، ما يقدر يصوت لك في حالة 3 دوائر. يعني هذا عرقلات يصير للناخب، هاي أول شيء. وثانيا يعني لا يوجد تقريبا، ما يبقى منافسة، ما يبقى نعم. المنافسة في العملية الانتخابية. هذا يعني يضرر قضية يعني أنتم مع الديمقراطية. الدائرة الواحدة؟ الدائرة الواحدة تجربتنا أحسن يعني، والتقسيمات ساندليغو هو أحسن تقسيمات. يعني ساندليغو يعمل بها أكثرية الدول تقسيمات حسب الساندليغو، لأن يعني باقي المقترحات الأخرى الخاسر الأكبر الفائز الأعلى، نعم. والفائز الأعلى والأقوى، هذني يعني مثلا ليش إذا مثلا تطلع بها الأقوى، هاي القوي منين مكتسب قوته؟ من الكيان، من الحزب، يعني مو من شخصيته فقط. نعم. إذا أنا أقدم قاعدة جماهيرية. نعم. قاعدة جماهيرية، الأصوات التي أحصل عليها قسم منها ترجع إلي كشخصي. لو بدليل مثلا لو بالمفرد بشكل مفرد أرشح نفسي ما أحصل على 5000 صوت، بس داخل قائمة يعني من حق القائمة أن يحتسب جميع الأصوات ويقسم بساندليغو. أنا أشرحها وليس يعني هذا متبني الفكرة. نعم، كفكرة أنا أراها، هذا رأيي شخصيا، أراها القانون التي جرت بها قانون الانتخابات مجالس المحافظات هو أحسن قانون، سيد لا يحتاج إلى من تعديلات. صاحب المقترح التعديل؟ نعم، صاحب مقترح التعديل اللي هو الأغلبية تقول هو ائتلاف دولة القانون. قسم من دولة القانون. نعم. دولة القانون، نعم، قسم من إطار التنسيقي أقصد. نعم. إطار التنسيقي تشكلت في ظروف في العراق، يعني كانت موجود آراءان مختلفان، قسم منهم بقيادة سيد مقتدى الصدر وبمساندة البرزاني والحلبوسي، كانوا يطالبون بالأغلبية ويريدون سحق الطرف المقابل، والطرف نعم. المقابل شكلوا إطار التنسيقي في ظروف مع وجود الخلافات ومع وجود طبيعة الإطار، يعني فيها أحزاب عريقة كحزب الدعوة، وفيهم أحزاب أيضا قد تم تأسيسها في الآونة الأخيرة داخل العراق حسب الظروف التي موجودة. يعني أنا لا أقصد موجود خلافات داخل الإطار، شكل الإطار التنسيقي ذاك اليوم يختلف عن اليوم. لهذه الأسباب قسم من الإطار التنسيقي يؤيدون التغييرات، وقسم منهم ما يؤيدون، وقسم من السنة يؤيدون، وقسم ما يؤيدون. نفس الحال على الكرد، قسم من الكرد يؤيد وقسم من، يعني التغييرات التي أو التعديلات التي يطالبون بها بعض الكتل السياسية ليس محسوبة على فئة واحدة أو على حزب واحد، يعني هذا صقر أو مو صقر، يعني مجموعة من الكتل السياسية قدموا مشروع، كأفراد وككتل قدموا مشروعا لتعديل قانون كي ندخل فيها في الانتخابات القادمة. أنا شخصيا رأيي أراها يعني هذه 8 نقاط لا تمر في داخل قبة برلمان، لأن أعتقد أكثرية الاستقرار السياسي للانتخابات يعني أصبحت على
مجراها تمشي حسب انتخابات. ممكن يأثر حتى على عمل المفوضية. نعم يؤثر، أكيد يؤثر. يعني عمل المفوضية والجداول الزمنية التي يحددها المفوضية تحتاج إلى 6 أشهر، خاصة بعد ما حدد مجلس نعم. الوزراء تاريخ موعد لا الانتخابات. خلي أقول لك 6 أشهر تحتاج قبل يوم الاقتراع، لأن التوقيتات الزمنية حسب الجداول اللي عندما طالع حسب جداول التوقيتات الزمنية للمفوضية تحتاج إلى 6 أشهر. نعم. نتمنى أن يكون داخل الأشهر القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة يحسم قضية. والنقطة أخرى أيضا موجودة داخل التعديلات ما ذكرتها، يعني قائمة يقدم قائمتها أو حزب سياسي يقدم للمفوضية أن يدخل الانتخابات، كان مفروض عليها أن يقدم 24 اسم، يعني ضعف عدد المقاعد، 12 في 2 24. حسب هاي التعديلات يقولون 12 ماكسيمم 12 ومينيمم 4، يعني الأقل نعم. أقل شيء لازم يقدم 4 وأعلى شيء. نعم. نعم. هذا هم يعني المشاركة فيها يكون ضعيف. يعني أنت مثلا قائمة عندك قائمة يمكن أكثر من 200 فرد يريد يدخل هاي القائمة، وبعدين التنافسية يصير بها يعني التقييمات يبقى على 12 أحسن لو تنطي مجال فسحة أكبر لمشاركة الأكثرية في داخل القائمة. 24 طبعا أكثر. نعم. خلينا نشوف أحسن. رأي دكتور غازي. سمعت اللي قال به سيد شيرزاد على أنه هناك اختلاف داخل الإطار حول نفسها، وداخل القوائم السنية داخل القوائم الكردية مع وضد، لكن قد يكون المتبني للتغييرات بشكل أكبر هو ائتلاف دولة القانون. هناك بعض الآراء قد تشير على أنه يعني هناك تخوف من السيد السوداني إذا نزل بقائمة بالانتخابات فممكن أن يحصد على أغلب المقاعد، أو مو أغلب المقاعد ولكن ممكن على مقاعد كبيرة، بالتالي يهدد سلطة الإطار وتحديدا ائتلاف دولة القانون، فبالتالي ممكن هاي التعديلات تستهدف القائمة اللي ممكن ينزل بها السيد السوداني. شنو رأيك بهذا الشيء؟ طبعا أتفق معك تماما في هذا التحليل أو في هذا الاستنتاج، وأيضا أثني على ما تفضل به الشيخ شيرزاد حول القانون المعمول به حاليا. يعني هذا القانون كل الأحزاب السياسية وحتى أغلبية الإطار التنسيقي ترى أنه بنتائجه كان ناجحا على صعيد الانتخابات المجالس المحلية، وأيضا هو كان الأساس والقاعدة اللي مشت عليها الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب. يعني فبالتالي الذهاب إلى إجراء تعديلات من قبل يعني دعوات أو مقترحات وآراء من قبل حزب الدعوة تحديدا يعكس لنا رغبة ذاتية باحتكار السلطة أو الحصول على أغلبية لائتلاف دولة القانون، بينما الأحزاب الأخرى الموجودة في الإطار اتجاهها الإبقاء على هذا القانون دون إجراء أي تعديلات. وما تفضلت به صحيح، السيد السوداني اليوم حقق نتائج مهمة على صعيد الشعبية السياسية، العلاقات الإقليمية، ما حقق من مكتسبات، نعم، في ظروف صعبة، حروب إقليمية، مشكلات داخلية، لكن عموما نجح أن يقدم لنا صورة مختلفة لرئيس الوزراء، وبالتالي أكيد هو سيحقق مكاسب على صعيد الانتخابات التشريعية القادمة، وممكن يحصل على دورة ثانية لرئاسة الوزراء. بينما المنافس الأساسي للسيد السوداني هي وبالتأكيد تحالف دولة القانون. هذه هي المشكلة في الواقع، لكن أعتقد أن الجميع يعني بدر والحكيم وكل التنظيمات الأخرى لم توافق على إجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي، واعتباره قانون نجح في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات، فبالتالي يفترض الحفاظ عليه من أجل الحفاظ على أيضا استقرار العملية
السياسية. إذا جانب من هذه النقاشات هي طبيعة الصراعات وطبيعة التنافس الانتخابي اللي تحاول أن تتمظهر بتعديلات قانونية للقدرة على استمرار بالهيمنة وبتحقيق نتائج ومكاسب ذاتية لأحزاب على حساب أحزاب. نعم دكتور تغيير القانون بشكل مستمر يربك عمل المفوضية، أيضا يزعزع الاستقرار حتى بالمؤسسة التشريعية. مؤكد بالتأكيد، يعني التغييرات المستمرة في القانون تعكس لنا ظاهرة عدم الاستقرار. كل ما القوانين تأخذ عامل من الاستقرار، عدم التعديل المستمر، يعني ممكن يتعدل كل 10 سنوات مثلا، كل 20 سنة، لكن أما كل سنة يتعدل ومن انتخابات محلية إلى أخرى تتعدل ومرتلق خم نعدل. إذن هذا يعكس لنا نوع من التذبذب، عدم الاستقرار، عدم النضج السياسي أو الثقافة السياسية. يعني بعدين هو الدستور واحد، إذا كل يوم نجي نعدل القوانين اللي هي في الأساس أسست وشرعت طبقا للدستور، معناه هناك اضطراب في العلاقة بين الدستور وبين أيضا القوانين. يعني دكتور المتابع للشأن السياسي أيضا، عذرا المقاطعة، يقول وكأنما الكتل الكبيرة تباوع مخرجات النتائج وتشوف صعود المستقلين أو القوائم المنفردة، وبالتالي تحاول أن تضيق الخناق عليهم بالانتخابات من ناحية تعديل القانون ليخدم مصلحتها. بالضبط. يعني مثل ما أشرنا في البداية، يعني هدف التعديلات هي للاستمرار الكتل الكبيرة في الاحتكار للمقاعد للأغلبية، احتكار السلطة التشريعية التنفيذية القضائية، الهيمنة على النظام، وبالتالي هذا يتناقض كله تماما مع جوهر وروح الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة الموجود في الدستور. يعني لا يجوز، يعني ليش ما اولا هذه مساله الرئيس كردي ورئيس البرلمان سني وهذا شيعي، هذه ما موجوده بالدستور اصلا. الصناديق الاقتصاديه ما موجوده في الدستور اصلا، المحاصصه الطائفيه ما موجوده في الدستور اصلا. هذه كلها اعراف اسسها الاطار التنسيقي منذ البدايه من اجل الاحتكار السياسي للسلطه، وايضا تاسست من اجل يعني خلق عرف يتناقض مع الدستور وخلقة نعم. عرف. سوف اعود لك يعني بسؤال اخير دكتور حول رايك بانسحاب السيد مقتدى الصدر، او يعود او لا يعود الى الانتخابات. لكن خليني ارجع للسيد شيرزاد صمد. سيد شيرزاد صمد، التعديلات كاتحاد وطني كردستاني يرى بأن القانون القديم ماشي والأمور به ماشية. بشهادة الجميع يعني. نعم. بعد إعلان النتائج. نعم. يعني شهد الجميع. أكو كلام سيد شيرزاد بزيادة عدد المقاعد، أو هناك نوايا لزيادة عدد المقاعد، ويمكن سمعت بها جنابك توصل لل 425 وغيرها. هل هناك ممكن نشوف زيادة بعدد مقاعد البرلمان؟ زيادة أو نقصان، يعني عملية طردية وعكسية بين نتائج الإحصاء والواقع الحالي. نعم. إما أن يعدل المفوضية أو في الدستور وفي قوانين المفوضية مقابل كل 100,000 نائب. نعم. يصير 250,000 200,000 حتى يبقى العدد نفسه. نعم. حتى يبقى على 12، أو يعني عكس ذلك. يعني هذا هو المطلوب أن تجري في الأيام القليلة القادمة، أو ربما في الأشهر القادمة، كي يكون الرؤية واضحة لجميع الكتل السياسية. يعني عدد مقاعد كركوك كم عدد، يعني بحسب استحقاق والتعداد السكاني يجب أن يكون أكثر، المقاعد يكون أكثر. يعني التحصيل حاصل مثلا 20 أو 18، يعني يصير المقاعد هيك. ما يتخوف الكتل السياسية من امتعاض الشارع، خاصة إذا صار البرلمانيين 400 450، راح يقول لك هم 300 ايش دا يسووا لي؟ نعم. 400 امتيازات رواتب، وبالتالي قد يدخل بصدام مع الشارع. في هذا الحالة كي لا نصطدم
عقلانيا إن نفكر، يعني 53 نائب موجود حاليا في برلمان، يعني يراها الجميع كثيرة، يعني نصف في بعض يعني أكثرية الجلسات أكثر من نصف غايب، يعني عدم اهتمام. أو إذا تقرأ دور النائب في برلمان، يعني دورة كاملة مداخلات النائب 4 مرات، يعني إذا يسوي نعم. مداخلة بالداخل يعني 350 واحد، يعني كثير جدا. يعني في هذه الحالة يجب تعديل الفقرات الدستورية والقانونية، هذا 100,000 يصير 200,000 مقعد، يعني سعر المقعد أو تحصيل المقعد يكون 200,000. نعم، لتجنب غضب الشارع ممكن. نعم نعم نعم. بالضبط، يعني يكون أقل، وبرلمان يكون يعني مو ما يصير مثل نعم. هذه الحالة. نعم. مرشح بعدد النواب، المشاكل اللي هسه بدت تطرأ أو تشوفوها بعد ما المفوضية دعت إلى مراجعة وتحديث سجلات تحديث الناخبين. سجل الناخبين. نعم، شنو المشاكل اللي هسه بدت تبرز عندكم؟ الحمد لله ما عندنا مشاكل، بس المشكلة الرئيسية في الانتخابات السابقة هو عدم قراءة البصمة، أو عدم يعني عدم عمل الكارتات بشكل جيد. بعضهم مثلا هو إلكترونيا متى كان يعمل، أو تالف صاير، أو هذه المشاكل يسمونها في عملية تحديث سجل الناخبين التصحيح. نعم. إما تصحيح البصمة أو تصحيح الاسم. هذه يعني واجب على الجميع، لأن هذه الفترة فترة تحديث سجل الناخبين يكون سجل أساسي، يعني تنظيم سجل الناخبين يوم الاقتراع العام تجري حسب هذا التحديث. بعد يعني بعد 12 يوم راح يغلق التحديث. عملية التحديث بدأت في 25/3 وينتهي 25/4، يعني باقي لنا 12 يوم لإنهاء الموعد. يعني واجب على جميع المواطنين، هذه فرصة كي يقدم بعض نعم. كي نوضح هذا. يعني واجب على جميع أن يراجع مراكز التسجيل الناخبين لإجراء عملية التحديث كي يشارك في الانتخابات القادمة. نعم. سيد شيرزاد، تتوقع تمشي التعديلات لو ما تمشي التعديلات على قانون الانتخابات؟ زائد ناقص 2 أتوقع. يعني التعديلات يعني مو بشكل عام تجري على جميع نعم، مو جوهرية وإنما طفيفة. التعديلات ممكن في نقطة أو نقطتان أو 3 نقاط، لكن هي غير تجري. مؤثرة. يعني بعضها مؤثرة وبعضها غير مؤثرة. نعم. مثلا المؤثر الرئيسي هو عدم احتساب الفائز الأول والفائز الثاني. هذا يعني هذا عرقلة لبعض الشخصيات السياسية، مقترح من قبل بعض الكتل السياسية كي يعرقلون كي يقللون من دور الأشخاص البارزة الصقور في العراق. مثلا هذه المقترح أصلا جاء على مود أسعد العيداني، وصراحة أقول نعم. محمد شيع السوداني، وعلى مود بغداد وبصرة. نعم، إذن هو مستهدف للشخصيات. نعم. بالتالي احنا مثل ما قلنا اللي هي بس المتضرر باقي الكتل السياسية. نعم. خلينا انتقل ل عمان. دكتور غازي، يعني حتى التعديلات ممكن هي تستهدف لشخصيات او رموز، يعني وصلنا احنا مرحله مو بس تستهدف الكتل، لا، لنعدل قانون لاستهداف شخصيه معينه بالقانون. وايضا انطيني رايك، هل السيد الصدر سوف يشارك في اللحظات الاخيره، وايضا دعا مره اخرى الى تحديث سجلات الناخبين؟ نعم، يعني أكيد مثل ما تحدثنا بالبداية أن كل هذه التعديلات هي تعكس لنا استراتيجيات للإسقاط للإقصاء لهذا الشخص أو ذاك من الفرص الحقيقية للفوز في الانتخابات التشريعية أو تسنم مناصب مهمة على صعيد الدولة. إذن ويعكس لنا طبيعة الصراع أنا أعتبره غير الشرعي بين الأحزاب والقيادات الحزبية السياسية على مراكز النفوذ والسلطة من جانب. ما يتعلق بالتيار الصدري، التيار الصدري لا يمكن إنكار أهميته ووجوده ونفوذه الاجتماعي والسياسي. قد نختلف مع التيار وقد نتفق، لكن في العموم هو يمثل كتلة جماهيرية شعبية جدا مهمة مؤثرة في الحياة الاجتماعية والسياسية
عموما. أيضا التيار الصدري لا يعني له تاريخ متميز بلعب دور المعارضة السياسية للعملية السياسية، عندما كان يشارك في انتخابات في احتجاجات تشرين، عندما كان ينتقد السياسات المالية الفاسدة، الفساد المالي، الفساد السياسي، المحاصصة الطائفية، يطالب بإجراء تغييرات جوهرية في النظام، إصلاحات، وأيضا استطاع أن ينجح بتحقيق تقريبا 73 مقعد في الانتخابات السابقة. لكن بعد ما حوصر، إذا جاز التعبير، أو يعني القيام ضد الانقلاب دستوري. نعم. سيشارك أم لا يشارك في رأيك؟ يعني أعتقد سيشارك في اللحظة المناسبة، سيشارك عندما يجد أن الأمور نعم. والتعديلات ما تمشي، تقول دكتور غازي التعديلات ما تمشي؟ التعديلات ما تمشي لأن لا يوجد أي مبرر جوهري جدي، باستثناء ما تفضل به الشيخ شيرزاد حول بعض النقاط. نعم. ممكن، لكن إذا التعديلات تستهدف إقصاء شخصيات أو تستهدف إقصاء بعض الأحزاب أو الاستمرار في الاستحواذ على النفوذ السياسي في السلطات المختلفة، فهذا موضوع نعم. غير مبرر. أشكرك نعم. جزيل الشكر الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. شكرا على كل الإيضاحات اللي أدليت بها، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر تقنية السكايب من عمان. أيضا شكر موصول للسيد شيرزاد صمد، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ومسؤول ملف الانتخابات في الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك. أشكرك جزيل الشكر وشكرا لكل الإيضاحات اللي أدليت بها. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، ونلقيكم في الحلقة القادمة ومحور آخر من برنامج بصراحة. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.